عليكم. اليوم نحضر معكم عجينات الكعب. غنحضروا حلوة الكعب اللي كيعرفها اي واحد، كيجي غزال. مقادير كتسالي: جوج مغارف كبار ديال الزيت، واحد مغروفه سكر ثقيل، 125 غرام د الزبده ممتازه، الطحين 500 غرام طحين، والماء زهر نوعيه ممتازه. نرملوا الزبده في العجين، ومن بعد كنعجنوا بالماء الزهر. كتجي العجينه خصها تجي قاصحه، كنحتفظوا بها في الثلاجه ليله كامله. من ناحيه الحشوه عندنا اللوز مطحون مع السكر، كيلو د اللوز مع 4 كيلو السكر. انا ما كنبغيش الحلاوه، كاينه اللي كيعمل كيلو د اللوز مع نص كيلو السكر. كنزيدوا 2 مغالق د الزبده، كنعملوا العسل باش تتعلك لينا العجينه. اللي بغى العسل اللي بغى الكليكوز داكشي اختياري. وكنعجنوا نخلطوا اللوز ديالنا، ومن بعد كنشكلوه كويرات بحال اللي كتشوفوا. بعد كنطلقوا العجينه ديالنا في بالمدلك ولا بالماكينه، وكنعملوا الصيغار ديالنا في وسط من العجينه، وكنقادو بيدينا حتى كنحصلوا على شكل هلال كما كتشوفوا في الصوره. اما نقشوه ولا نخليوه عادي بلا نقش، داكشي اختياري. ومن ناحيه الحجم، اللي بغاها كبيره اللي بغاها صغيره. لا زوقتوها ما حتى تشكه، ولا ما زوقتوش كتشكوه باليبره. كتجي عجينه ناجحه. الا تبعتوا هذه العجينه ديال الكعب ناجحه، وكيجي كعب رطب وغزال. كندهنوا العجين الكعب ديالنا ملي كنستفو كنزوقوه، كندهنوا بيضه كامله مغروفه د زهر ومغروفه السكر كلاصي، وكندهنوا الكعياب ديالنا كامل باش كيجينا كيبرق. كنخشيوه في الفران يطيب، ومن بعد كنقدموه كيجي غزال وبنين وشهوه منه ما تسخاشي منه.